هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتشوفوا الفيديو ده واشتري جدا جدا قد الفيديو دي كلها. النهارده رجعت لكم فيديو جديد وهو بيكون عباره عن ان انا سويت او عملت بيت احلامي في توكا بوكا. طبعا يا جماعه شفتوا تحديث توكا بوكا الجديد وان شاء الله هنزل لكم عنه فيديو قريب، بعد الفيديو ده غالبا. بس ايه رايكم في هنا كمان توكا بوكا عملت مبنى جديد وكده، يعني مبنى جديد تبني فيها لان هي اضافت بيوت جديده شكلها تحفه خرافيه. وطبعا دلوقتي يلا بينا، اول حاجه نختار البيت ده، شكله كيوت، هو طبقين كده، فيلا بينا نشوف. هيحمل وارجع لكم. اوكي دلوقتي هعمل بيت. انا اخترت البيت ده زي ما قلت لكم، هو طبقين. في هنا برضو حاجات، باب وفي جرس هنا وتخش كده. حلو لغايه هنا. مش عارفه اختار هنا ولا اللي فوق، بس هنعمل بيتين. اوكي هنعمل تو بيت هنعمل تو بيت، هنعمل بيتين. اوكي البيت ده هو بيت واحد بس. نعمل الدور الاولاني والدور اللي فوقيه. تمام، نبدا بالدور ده. انا هخلي ده المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحط السجاده، فكر احط السجاده دي. تمام، بعد كده ننقل بقى على المطبخ. انا عن نفسي احط اول حاجه التلاجة. مش عايزه احط تلاجة كبيره قوي، حدي. بس انا حاسه ان دي كبيره قوي وشغاله كل المساحه بصراحه، وان انا مش هلاقي حاجه تكفيه بصراحه المكان ده، ولا هلاقي؟ اصبروا. بصراحه يا جماعه مش هلاقي حاجه شغاله المكان ده، فاخترت تلاجة صغننه. اوكي خلينا ندور بقى. التلاجة دي حلوه قوي قوي قوي، بس دي ممكن تتعلق. لا دي لازم تتحط. كيوت قوي، ممكن احطها في الصاله على فكره، بس هي كيوت قوي قوي قوي. تلاجة سبونج بوب يا جماعه، ممكن اعمل برضو بيت سبونج بوب. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو عايزين نعمل لكم تلاجة سبونج بوب. مش عايزه دي يا جماعه، دي كبيره قوي. بس تلاجة متوسطه كده عاديه. شوف لو في حاجه احسن نبقى نحط. تمام. لا اصبروا يا جماعه، الزرقاء دي تحفه. اصبروا. ثانيه. الزرقاء دي عايزه اقول لكم انها تحفه، انا هاخدها. مش شغله مكان كبير برضو عشان نفضل نعرف نحط فرن ومغسله وكده يعني. اوكي. اوكي، وانا من رأيي نحطه بصراحه ده احسن. انا شايفه بصراحه يا جماعه ان المكان صغير قوي على المطبخ، احنا ممكن ناخد حاجه تانية يعني. ما اعرفش، حاسه صغير قوي مع المكان ده على المطبخ. ده كده حلو تمام، مش صغير ولا حاجه يا جماعه، اسحب كلامي. نحط بقى ميكرويف حلو كده. ماشي. حط كده كام رف. ماشي اوكي. اوفر اوي، كينكي كده اوفر. كبير اوي. اوكي نايس. نحط بقى في التلاجة اكل. دي بس الحاجات الاساسية. اوكي. لحمة متقددة. عيش، اكيد عيش. اكيد جبنة. بيض. فراخ. لحمة. سجق. وسمك اكيد. خس، طماطم، جزر، بصل، بطاطس. ويلا بينا. انا هحط اول حاجه طبعا خضار. تمام.
طماطم على بطاطس، انا مش عارفه ايه. بفكر احط الجبنه ومعاها العيش. تحت هنحط خالص اللحمه والاسماك والفراخ طبعا، السجق اكيد يعني، وهحط بيض كمان. في منتجات الالبان هحط بيض، وفي جبنه هنا تانية نسيت احطها، هحط بيض كمان، وانا احط كرفس نسيت، وجزر تاني، جبنه تاني، ويتو وده. كده العيش ده غالبا فنحطه، وفوق بقى هنحط ايس كريمات ومشروبات ساقعه بقى وكده. هنحط شوكليت كتير، شوكليت كتير 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 كتير. اوكي كفايه كده. ممكن نحط نوتيلا. هو راحوا فين؟ ونحط نوتيلا كتير زي ما قلنا، ايس كريم من كل حاجه اتنين. اوكي يا جماعه هرتب وهاجيلكم. مع كده كنا في المطبخ. ثانيه عشان اتفتح. اوكي يا جماعه كده يكون المطبخ خلص. ناقص بس على اسمه ايه ده، انوار او اضواء زي ما بيقولوا يعني، بس نور. كده خلاص بجد بقى خلص المطبخ. بتاعتها مش راضي يتقفل. ايه رايكم في التلاتة يا جماعه؟ اوكي يا جماعه هنا اوضه هنشوف بقى نحط فيها ايه. اول حاجه دي هتكون اوضه البنات. تمام يلا بينا. شايفين شكلها لونها حلو ازاي؟ اول حاجه نحط السرير ده دبل كده، شكله حلو قوي. وبعد كده هنحط ده، نحط فيه مرايه مرايه. اوكي هنحط هنا طبعا ضوء. تمام طبعا المفروض دي كمان نحط حاجه لاختهم، ان في اخت صغيره طبعا بس هي عندها سرير اهي، بس نو ده مناقش اللمبه دي. بصراحه يا جماعه مش عاجبني السرير ده لان هو 3 طوابق، وبصراحه مش عارفه، وكمان هما اختها صغيره يعني فمش هينفع تقعد هنا، بس مش عارفه. ممكن نحط ده، نحط فوقيه سرير، نحط ده مثلا، ممكن نحطه هنا برضو. لا لا ده نفسي احط ده قوي قوي قوي. الاتنين دول احط كده، واحد هنا وواحد هنا، بس لا احنا ننزل بطبقين I think yeah. اوكي ما اعرفش الصراحه يا جماعه، مش لاقي حاجه مناسبه. انا مالي صوتي رايح ليه كده يا جماعه؟ ده اعتقد نايس شويه، مش حلو يعني، معرفش بقى. والله احلى واحد كان اول واحد خالص يعني. نايس ده ولا ده بقى؟ انا بقول ده احسن. اوكي دلوقتي بقى نحط ايه، حاجه
هنحط الرف ده، وعند البيبي دي هنحط لها، نشوف هنحط لها ايه بقى. عند البيبي دي نحط رفوفة كده صغننة، ونحط ده جنبه. بس تعالوا بقى نشوف هنحط ايه في الحاجات دي يعني فيهم. بالنسبة هنا في البنات فممكن نحط لهم البتاعة دي كيوتة، تنفع للبنات الصغننة مش قوي يعني. دي ممكن نحط ليب جلوس برضو للبنات دي. اختار لونين، اللون ده واللون ده، ومش فاقعين قوي بس حلوين قوي. ماشي، هنحط الاتنين ليب جلوس دول. وفي الناحية التانية طبعا البنت الصغننة ممكن نحط لها العاب، مثلا احط لها حاجة كده تبقى لونها حلو، فرفوشة كده يعني. ممكن نحط لها الكتيب ده. يا جماعة والله العظيم صوتي رايح. بس كده نايس. وهنحط هنا برضو لمبة. اوكي، لا بلاش نحط دي. نحط حاجة تحتها برضو دايركت كده. دي اي ثينك حلوة. وبس كده هنحط سجادة. نسيت يا جماعة احط سجادة. هندهن لون الارض بحاجة مثلا كده كده حلو. كل الارض اتدهنت بس قشطة يعني. هنا ده بقى الحمام، انا رايح ندهنه كده وخلاص. يا كده ينفع كله حتى الحمام بقى، وندهنه كده خلاص الدهن. ونحط بقى ايه لمساتة كده في الحمام. عارفه يا جماعه فيديو طويل شويه بس قشطه ايزي يعني. ايه المشكله الفيديو بيكون طويل شويه. هنحط ده الحمام ده هنا، ونحط قصاده ده قصاده. ونحط دش، نحط الدش ده، ونحط مرايه. بصوا مش شرط احط مرايه، بس هو لازم الصراحه احط مرايه. هنحط بقى ضرفه كده كده ضرفه. صراحة يا جماعة مش عايزة احط مراية كمان، انه مش كفي ضرفة ومراية يعني كبير قوي. دور على حاجة مناسبة بيكفي ده، بس هيبقى اوفر قوي وكبير قوي الصراحة. لا مش عارفة يا جماعة صراحة احط ايه. ممكن نحط ده. ماشي قشطة، نحط ده. نحط بقى كل حاجة بتاعت الحمام جواها، بس حاسة كبير قوي قوي. نحط فيه ايه؟ ممكن نحط ده. ايه رأيكم يا جماعة؟ ازيك يا عسل؟ اوكي يا جماعة كده الحمام جاهز. ايه رأيكم؟ هنيجي بقى عند اوضة الام والاب. اوكي، اوضة الام والاب اوضة مهمة جدا جدا جدا. اوكي، نحط سرير ده. نحط نسيت احط سجادة في الحمام. نحط السجادة دي هنا بقى. نحط بقى دولاب.
باب الام لازم يكون كبير. اوكي بندور بقى على حاجه. ده حلو. نحط بقى صور بقى وكده. ونحط بقى اسمه ايه ده، حاجات للسقف. ممكن نحط دي، ان هي شكلها كيوت الصراحه. ونحط النجمه دي برضو نايسلي. نحط برضو حاجه كده تتعلق. دي طبعا. ونحط حاجه بقى فوق عشان يبقى اضاءه سوق اضاءه تبقى سوق اضاءه. نحطها فوق سرير الام. نحط بقى حاجه في النص كده. I think ان كده كفايه الصراحه. ممكن نحط دي وخلاص. ممكن نحطها عند البنوته اللي هنا دي. لا دي بس خلاص كده الام. بس عايزين نحط صوره بوستر كده. انا عايزه احطها هنا، عايزه احطها فوق. البوستر احسن. لا هنا بقى عايزين نحط حاجه بيرفكت. ممكن نحط يا جماعه زي تري كده، تري كده كيوت. ونحط كده مثلا تلفزيون هنا ولا حاجة. كان دي الصالة وبس كده. ده يا جماعة أول بيت. النتيجة النهائية. بس ده كان فيديو النهارده يا صحابي. اتمنى يكون عجبكم. فولو في بارت 2 عشان اعمل لكم البيت اللي فوقيه. وبس مع السلامه، باي باي.